لو انت من الناس اللي بتركب القطر او بتسافر بيه، فممكن في مرة تركب قطر غلط او ممكن يفوتك، انما تركب قطر يروح ما يرجعش حرفيا ده اللي ما يجيش في بالك. في نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20 كانت الثورة الصناعية في أعلى درجات تطورها، وخاصة في وسائل المواصلات، وبالخصوص في القطارات والسفن والعربيات. وكانت الشركات بتحاول بكل الطرق الدعائية والمغرية إنها تجذب الأغنياء لعروضها برحلات فاخرة على السفن أو القطارات بتاعتها. ومن بين الشركات دي كانت شركة زانيتي الإيطالية اللي عملت قطر فخم جدا مفيش زيه في إيطاليا كلها، وبدأت تعمل حملات إعلانية في كل مكان عشان تجذب الناس في إيطاليا إنهم يقضوا رحلة أسطورية على القطر ده من روما لميلانو. ووعدتهم شركة زانيتي إن الرحلة هتكون مجانية، وفعلا اتحرك قطر زانيتي سنة 1911 وكان عليه 106 راكب. وبعد ساعات قليلة وصل القطر لنفق جبل لومباردي اللي كان متخطط إن القطر هيعديه في دقايق نظرا لطول النفق اللي كان كيلومتر واحد. بس يا رحلة ما تمت، القطر دخل النفق وما خرجش، ووقتها الدنيا اتقلبت، والشرطة الإيطالية فضلت تدور على القطر في البر والبحر والجو كمان، ولا كأنه إبرة في كوم قش. وبرضه في الآخر ما لقوهوش، وكأن الأرض اتشقت وبلعته. لكن لقوا 2 من ركاب القطر داخل النفق، بس كانوا في حالة ذهول فظيعة. ولما حققوا معاهم قالوا إن القطر أول ما دخل النفق سمعوا صوت همهمة، وبعدها القطر كله اتغطى بطبقة ضبابية بيضة كأنها دخان، وبدأت تدخل جوه القطر وشافها كل الركاب. وكانت كثافة المادة البيضة دي بتزيد بطريقة سريعة جدا لحد ما تحولت لسائل أبيض لزج. ولحسن حظ الركاب الاتنين دول إنهم كانوا قاعدين في القطر جنب باب مفتوح، فعلى طول لحقوا نفسهم ونطوا من القطر. وبعد ما هربوا اختفى القطر من قدام عينيهم. والقصة الغريبة اللي حكوها الاتنين دول خلت مصلحة السكك الحديدية الإيطالية إنهم يقفلوا مخرج ومدخل النفق الملعون ده نهائيا بالحجارة. وأثناء الحرب العالمية اللي إيطاليا كانت طرف فيها وقعت قنبلة على النفق ودمرته بالكامل. وبعد اللي حصل ده اختفت أخبار القطر لمدة 10 سنين، لحد ما لقى واحد من قرايب حد من الركاب الاتنين اللي نجيوا دول شهادة بترجع للعصور الوسطى. والشهادة دي كانت تبع دير مودينا في إيطاليا، وكانت بتقول إن في عربية معدنية بتجر 3 عربيات وراها خرجت فجأة من دخان أسود، ومن العربيات دي خرج 3 من خدم الشيطان، وكانوا لابسين هدوم سودا وخبطوا على باب الدير طالبين الدخول. لكن الإقفال القوية اللي منحوت عليها صلبان منعتهم من الدخول. وبعد الشهادة اختفت أخبار القطر من جديد لحد سنة 91 لما كتبت جريدة أوكرانية أخبار عن قطر زانيتي. والسبب كان إن في أكتر من شخص قالوا إنهم شافوا قطر بيظهر ويختفي فجأة، وكمان كان في أخبار عن ظهوره في قرية بولتافا في أوكرانيا. والمقالة دي تناولت شهادة واحد من عمال السكة الحديد اللي قال إنه ظهر قدامه قطر مكون من 3 عربيات، وكانت ستايره مقفولة ومن غير سواق. والمقالة دي أثارت فضول فاسيلي لتشاتي رئيس لجنة دراسة الظواهر الخارقة في الأكاديمية الأوكرانية، اللي درس كل التصريحات اللي اتقالت حوالين الموضوع، لحد ما وصل لتصريح واحد من أشهر الدكاترة في المكسيك وهو جوزيه ساكسينو، اللي شاهد وقال إنه كشف على 104 مرضى من الإيطاليين في مستشفى الأمراض النفسية في المكسيك. والمرضى دول أكدوا إنهم كلهم وصلوا المكسيك في قطر اتحرك من روما في إيطاليا. والأغرب من ده إن كان في واحد فيهم معاه علبة سجاير مكتوب عليها صنعت عام 1907، مع إن شهادة الدكتور كانت سنة 1840. وبعض الناس حسب الباحث فاسيلي لتشاتي قالوا إن الإيطاليين تأقلموا وعاشوا هناك، وناس تانية قالوا إن ملهوش أي أثر غير التصريح وشهادة الدكتور المكسيكي. ومن كتر هوس الباحث فاسيلي لتشاتي بالقطر قرر إنه يركب فيه قدام مجموعة من الناس في آخر ظهور للقطر في أوكرانيا في سبتمبر سنة 1991، وبعدها يختفي فاسيلي لتشاتي من الوجود. وبعد كده كترت الروايات عن ظهور قطر زانيتي، يعني مثلا قالوا إنه ظهر في موسكو وشوية في النرويج، وكمان قالوا إنه وصل للهند. بس المشكلة إن بعد سنين كتير الباحثين ما لقوش أي أثر في السجلات القديمة لا للقطر ولا للشركة المنتجة ليه. وفي النهاية تفتكر القطر ده كان فعلا موجود بجد، ولا دي كانت شوية دعاية وفرقعة إعلامية زي ما بيقولوا؟ وهل فعلا في حد أو حاجة ممكن تسافر من زمن لزمن تاني؟ هستنى رأيكم في الكومنتات.